أنواع الموت فجأة كثيرة، المسلم بحاجة إلى أن يجعلها نصب عينيه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام لماذا كره لأمته موت الفجأة، يعاجله بالموت بدون إحداث توبة إليه سبحانه، وبدون إصلاح لما بين العبد وبين ربه، وبدون رد المظالم التي للعباد عند هذا العبد. فظلم العباد بئس الزاد ليوم المعاد. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 26 من شهر رجب لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. فهنيئا هنيئا هنيئا لمن هيأ مركب السير إلى الله. فلهذا نحذر من تسول له نفسه أن يسب صحابة رسول الله أو أن يسب آل بيت النبوة، تسب هؤلاء الأبرار الأطهار الأخيار. فيا ويل من لوث لسانه بسب أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإننا والله نشفق على هذا الصنف. موت الفجأة رأفة بالأتقياء ونقمة بالفجار والأشقياء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة موت الفجأة رأفة بالأتقياء ونقمة من الفجار والأشقياء. هذه الخطبة دعتني إلى إلقائها عليكم لتعلموا ماذا في موت الفجأة من أخطار وأضرار على من لم يكن مستعدا للقاء الله عز وجل. ولهذا كره النبي عليه الصلاة والسلام موت الفجأة له عليه الصلاة والسلام ولأمته. فقد روى الإمام أبو داود وغيره من حديث أبي اليسر، ومن حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد، ومن حديث غيرهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من الحرق والغرق، ومن التردي، وأن أموت لديغا. فقد استعاذ عليه الصلاة والسلام بالله من أن يموت بغتة بسبب هذه الأشياء، أن تحدث له هذه الأشياء. وهكذا أيضا موت الفجأة يكون كثيرا بين الناس، فأكثر الناس يموتون موت الفجأة. قل من يموت موتا له أسباب قد اطلع عليها وقد علم أنه عما قريب يموت، كالمرض
الذي يمرض حتى يزداد مرضه ويشتد مرضه حتى يموت. فلهذا معاشر المسلمين المطلوب أننا نجعل هذا الموت ألا وهو موت الفجأة أن نجعله نصب أعيننا. وقد سمعتم أنه يكون بما سمعتم قبل قليل مما استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام منه. كذلك أيضا يكون موت الفجأة بسبب حدوث الزلازل وبسبب الخسف والمسخ والقذف ألا وهو الرمي بالحجارة من السماء. وكذلك يكون بسبب الصواعق التي يرسلها الله. وكذلك أيضا يكون ويحصل بسبب النوبة القلبية. وهكذا بسبب الصدامات بالسيارات وغيرها. وهذا يحصل كثيرا. فكم الذين يموتون عن طريق الصدامات، وهكذا عن طريق التردي من رؤوس الجبال أو غير ذلك من أنواع التردي. وهكذا أيضا يسلط الله على بعض الناس من يقتله ويكون على حالة لا ترضي الله عز وجل، إما أن يسلط عليه من الناس وإما أن يسلط عليه من أنواع الحيوانات. كذلك أيضا بعض الناس قد يستعجل الموت فيموت قتلا، يقتل نفسه إما بالشنق وإما بتحسي السم وإما مما يحصل. وهكذا أيضا أنواع الموت فجأة كثيرة. المسلم بحاجة إلى أن يجعلها نصب عينيه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام لماذا كره لأمته موت الفجأة. فقد روى الإمام أبو داود والإمام أحمد وغيرهما من حديث عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: موت الفجأة أخذة أسف. موت الفجأة أخذة أسف. ومعنى أخذة أسف أي أخذة غضب من الله عز وجل. فهذا يدلنا على أن موت الفجأة في حق من لم يكن مستعدا للقاء الله أنه منذر بسوء في حال هذا الميت الذي لقي الله عز وجل ولم يكن مستعدا للقاء الله عز وجل. فقوله أخذة أسف، قال الله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أهلكناهم وأخذناهم بغتة وبطشنا بهم. فلهذا من جملة العقوبات الإلهية لمن يموت على حالة ليس مستعدا للقاء الله أن الله عز وجل يعاجله بالموت بدون توبة، بدون إحداث توبة إليه سبحانه، وبدون إصلاح لما بين العبد وبين ربه، وبدون رد المظالم التي للعباد عند هذا العبد، وبدون طاعات يبيض بها وجهه يوم أن تسود الوجوه. وكذلك أيضا ذكر العلماء أن من أمر موت الفجأة أن الشخص قد يحرم من الوصية فيما له وفيما عليه، فيحرم فيما هو له ويحرم مما هو عليه. فقد يكون عليه من حقوق العباد ما يكون، وقد لا يحسن أن يقوم بها من يكون بعده، فربما لحق من الإثم والوزر ما لحقه. فلهذا كره النبي عليه الصلاة والسلام موت الفجأة لأمته عليه الصلاة والسلام. إذن معاشر المسلمين، من أراد أن ينجو من هذا الموت، من موت الفجأة الذي يغضب الله عز وجل، فعليه أن يصبح وأن يبيت تائبا إلى الله، مقبلا على الله،
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: يجب على من لا يدري متى يباغته الموت أن يستعد للقاء الله، ولا يغتر بشبابه، ولا يغتر بصحته، ولا يغتر بماله، ولا يغتر بجاهه، ولا يغتر بملكه، فعما قريب وقد أخذ العبد إلى الله عز وجل. وقال الروياني رحمه الله تعالى: الاستعداد للقاء الله يكون بالإقلاع عن المعاصي وبرد المظالم وبالإقبال على الطاعات. من أراد أن ينجو من موت الغضب فيحتاج إلى أن يكون على هذا، أن يرد المظالم وألا يقترب منها، ألا يظلم العباد، فظلم العباد بئس الزاد ليوم المعاد. فمن أراد أن يلقى الله عز وجل وهو خفيف من الحقوق والمظالم عليه أن يتوب إلى الله وأن يتجنب حقوق العباد. كذلك قال الإشبيلي رحمه الله تعالى: إن سوء الخاتمة لا تكون في حق من استقام ظاهره وصلح باطنه. موت الفجأة يدل على سوء الخاتمة، موت الفجأة يدل على سوء الخاتمة. فقال الإشبيلي رحمه الله: قال: سوء الخاتمة لا يكون في حق من استقام ظاهره وصلح باطنه. صلح باطنه أي قلبه عامر بمراقبة الله وخشية الله وتعظيم الله والإخلاص لله والصدق مع الله والتوكل على الله والثقة بالله. إنه يعيش عبدا لله، ليس عبدا للشهوات، وليس عبدا للملذات، وليس عبدا للشيطان، إنما هو عبد لله. قال رحمه الله: وإنما تكون سوء الخاتمة في حق من كان عمله فاسدا مصرا على الآثام مرتكبا للعظام من الأوزار. فمن كان على هذا فإنه يخشى عليه من هذه الخاتمة السيئة ومن هذا الموت المكروه. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: قال: إنما يكون سوء الخاتمة بسبب دسيسة باطنة في العبد، بسبب دسيسة باطنة في العبد لا يطلع عليها الناس، لا يطلع عليها الناس. احذر أيها المسلم أن تبيت شرا، احذر أيها المسلم أن تسلك المسالك المدمرة والمهلكة من أنواع الانحرافات ومبارزة المولى بالمعاصي والمنكرات. احذر أن تكون على هذا. فمن كان على هذا فيعاجله الله بالموت حتى يحال بينه وبين التوبة إلى الله، فيلقى الله مغيرا مبدلا معرضا متلاعبا. يلقى الله عز وجل وهو مصر على الآثام، لم يقبل المواعظ ولا الزواجر ولا أصلح ما بينه وبين الله عز وجل. أيها المسلم الكريم، ينبغي أن تعلم أن الموت معقود بنواصينا، أن الموت معقود بنواصينا، فإننا معرضون له ومتوقعون من حصوله في كل لحظة وآن، في الليل وفي النهار، في الحضر والأسفار، على الكبار والصغار. انتبه على نفسك. قال الله مخبرا عن الكفار: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. يا راقد الليل مسرورا بأوله لا تفرحن بليل طاب أوله، فرب آخر ليل أجج النار. لا تفرح أنك ستنام وأنت لا تدري ما يحصل لك في الليل،
ويحصل لك وأنت نائم. وهكذا قال: أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. العذاب آتي، موت الفجأة على العصاة والأشرار والفجار هو من العذاب الذي ينزله الله، ومن العقوبات التي يرسلها الله عز وجل لمن أرسله عليه ولمن أنزله به عياذا بالله. ولهذا أخبر الله عن المؤمنين الصادقين والمتقين العابدين بقوله: والذين هم من خشية ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فالمؤمن عائش في الخوف والرجاء، خائف من عذاب الله وغضب الله وسخط الله أن يحل بساحته وأن ينزل به بسبب ما يعلم من ذنوب اقترفها ومن معاصي وقع فيها ومن تقصير حصل منه. هذا حال المؤمن الصادق، أنه خائف على نفسه فيجدد التوبة على جهة الاستمرار، ويجدد العهد فيما بينه وبين الله عز وجل. هذا حال المؤمن، وهي الحال التي ترضي الله عز وجل. وهذا الصنف من المؤمنين يموت متى جاءه الموت لا يضره ذلك. ولهذا كثير من الصالحين يموتون فجأة، هذا يموت وهو يصلي، وهذا يموت وهو في الحج والعمرة، وهذا يموت وهو يقرأ القرآن، وهذا. فمتى مات وهو مؤد لأنواع من الطاعات والعبادات فتلك علامة حسن الخاتمة، فتلك علامة حسن الخاتمة. فانظر أين أنت من المثابرة على أنواع الطاعات والاستمرارية على ذلك والتجنب للمنكرات والسيئات. احذر التسويف، احذر أن تقول سوف أتوب إلى الله، سوف أرجع إلى الله، سوف أصلح ما بيني وبين الله، وتبقى يلعب بك الشيطان في هذا التسويف. فلا تعجل بالتوبة إلى الله، فربما مات الشخص ولم يحدث توبة إلى الله عز وجل. وقد وصى الله عباده المؤمنين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. هذا حق التقوى. ثم قال الله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال المفسرون رحمهم الله: أي لا تموتون إلا وأنتم خاضعون لدين الله، منقادون لشرع الله، ممتثلون لأوامر الله، مجتنبون لنواهي الله. هذا هو المطلوب من كل مسلم. ومن سلك هذا المسلك يرجى له أنه يلقى الله عز وجل وهو على حالة ترضي الله سبحانه وتعالى. فلهذا معاشر المسلمين المطلوب السعي بالجد والاجتهاد في التوبة إلى الله، في التفتيش عن الذنوب، في التفتيش عن الذنوب والمراقبة لعلام الغيوب. احذر أيها المسلم أن يرى صلاح ظاهرك وأن يكون باطنك فاسدا. احذر هذه الأحوال. فقد صح عن بلال بن سعد أنه قال: لا تكن وليا لله في الظاهر عدوا لله في الباطن. العدو لله في الباطن هو الذي لا يخشى الله ولا يراقب الله ولا يخاف عذاب الله ولا يرجو رحمة الله، يعيش
في ازدياد من الآثام وفي إصرار على الأوزار عياذا بالله، فانتبه على نفسك. ولهذا أمر الله عباده وقال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واتبعون، الاتباع لمن؟ إنه للقرآن وللسنة، إنه للقرآن وللسنة، تمسك واعتصام بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية. من أراد أن يلقى الله غير مبدل ولا مغير فليكن على هذا. قال الله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أي لا تتوقعون أن يحصل لكم هذا وأن يحل بكم هذا وأن ينزل بكم هذا. فكم من شخص داهمه الموت ولم يكن متوقعا أنه يموت في تلك اللحظة. فلهذا أيها الإخوة الكرام، المطلوب البدار إلى التوبة إلى الله عز وجل، لا سيما عندما نعلم أن أكثر من يموتون فجأة، وأن كثيرا ممن يموت فجأة يموت وهو على أنواع من المعاصي وعلى أنواع من الفتن والشرور والبدع والانحرافات عياذا بالله. فكيف سيلقى العبد ربه وهو على هذه الأحوال؟ إن أحوال لا تبشر بخير. إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني؟ تخفي الذنب من عبدي وبالعصيان تأتيني. احذروا الغفلة إنها داء الأمم قبلكم. ولهذا عندما تقرأ القرآن الكريم تجد أن الأمم التي كذبت الرسل أخذها الله بالعذاب الذي حل بها، وما كانوا متوقعين، بل كان الأنبياء والرسل يحذرون أممهم من عذاب الله وبطش الله وعقاب الله، وهؤلاء يكذبونهم ويستبعدون أن يحصل هذا العذاب وأن يحل بساحتهم وأن ينزل بهم، ولكنهم فوجئوا بالعذاب فأخذهم الله بغتة وهم لا يشعرون. هكذا الأمم الهالكة والسالفة أخذها الله أخذ عزيز مقتدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذا أخذ الله. لا تأمنوا مكر الله، فقد قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد. أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا اقتربت الساعة ظهر موت الفجأة. موت الفجأة الآن في عصرنا هذا أوسع منه وأكثر منه فيما مضى، في أشياء كثيرة، لا سيما ما تعلق بالصدامات وما تعلق بالتردي في الخطوط بسبب السرعة في السياقة أو بسبب غير ذلك. فهذا حاصل بكثرة. كم من شخص خرج من بيته ولم يرجع، وكم من أسرة خرجت من البيت ولم ترجع إلا مقطعة ممزقة ميتة. يا عباد الله، فكما سمعتم أن من علامات قرب الساعة أن يكثر هذا النوع من الموت، من هذا النوع وهو موت الفجأة. وتجد الآن أن الذين يموتون موت الفجأة بكثرة الشباب، والشباب في الغالب عليهم أنهم في غفلة رهيبة
وفي غفلة خطيرة، عياذا بالله عياذا بالله. فكثيرا ما يلقى الله هذا الصنف وهو على هذه الغفلة، وهو على معاصي وعلى رذائل وانحرافات، عياذا بالله. وقد ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تاريخه، قال: وفي سنة 48 و300، قال: في هذه السنة حصل موت الفجأة بكثرة لم يكن يعرف، حتى إن بعضهم مات وهو على صدر امرأته، أن بعضهم مات وهو على صدر امرأته. وذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وقال: وفي عام 46 و300 حصل موت الفجأة بكثرة، حتى إن لصا نقب دارا ومات وهو في باب النقب. قال: والقاضي لبس إحدى نعليه فمات قبل أن يلبس الأخرى، مات قبل أن يلبس الأخرى. لا تأمنوا من هذا الموت أن يزداد أكثر وأكثر، إلى جانب ما هو كثير في عصرنا هذا كما سمعتم، أن تأتي أوقات وأزمنة في المستقبل أن يكون هذا الموت أكثر وأكثر. فهنيئا هنيئا هنيئا لمن هيأ مركب السير إلى الله، لمن هيأ مركب السير إلى الله وعلم أنه راحل ومرتحل عن هذه الحياة، وأن الحياة ليست له بدار وليست له بباقية. علم أنه ملاق ربه عما قريب عما قريب. احذروا عباد الله الإصرار على الآثام. أخرج الحاكم في مستدركه وصححه الذهبي رحمه الله عن قيس بن أبي حازم قال: كنت في السوق فإذا بفارس وإذا بأناس قد اجتمعوا حوله. قال: وإذا بالفارس يسب علي بن أبي طالب رضي الله عن علي، فجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فسمع هذا الفارس يسب علي رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا، فقال له: أتسب وليا من أولياء الله؟ أتسب وليا من أولياء الله؟ فقام سعد وقال: اللهم لا تفرق هذا الجمع حتى ترينا قدرتك في هذا، اللهم لا تفرق هذا الجمع حتى ترينا قدرتك في هذا. فساخت فرسه به في الأرض فرمت به فوصل إلى الحجارة فتفجرت دماغه ومات في الحال. ولم ينطلق الناس ولم ينصرفوا حتى شاهدوا موته. نحذر من البقاء على المعاصي، ومن ذلك السب لآل بيت النبوة. وهكذا أيضا ذكر القيرواني رحمه الله في كتاب البستان أن رجلا من السلف التقى برجل، وإذا بهذا الرجل يسب أبا بكر وعمر، فأخذ معه في الجدال. فهذا الذي يدافع عن أبي بكر وعمر أصيب بغم شديد وكرب أن يوجد هذا الصنف في أوساط المسلمين من يسب صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فبت ولم أتعشى وأنا مهموم ومغموم، فرأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقلت: يا رسول الله، إن فلانا يسب أصحابك. قال: من أصحابي؟ قال: يسب أبا بكر وعمر. قال: إنه قد ذبح في هذه الليلة. قال هذا الرأي، فأصبحنا فإذا بالصراخ: فلان قد مات، فلان قد مات. فلهذا نحذر من تسول له نفسه أن يسب صحابة رسول الله أو أن يسب آل بيت النبوة، فإن هذا انحراف شديد. ومن سلك هذا المسلك فنقول له: إن الله خصمك وإن رسول الله خصمك، لأنك تسب
من هم أولياء الله وعباد الله ومن قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، تسب هؤلاء الأبرار الأطهار الأخيار. فيا ويل من لوث لسانه بسب أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإننا والله نشفق على هذا الصنف. فليحذر كل مسلم أن يقع في هذا. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن جماعة في عصره كانوا يسبون بعض الصحابة، قال وقد ختم لهم بخاتمة سوء، ما رأيت واحدا منهم ختم له بخاتمة حسنة. فأنا أقول هذا الكلام نصحا وشفقة ورحمة على من تسول له نفسه أن يسلك هذا المسلك. أترضي من يا مسكين؟ ترضي من؟ إن هؤلاء أولياء الله. وقد قال الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف إذا كان الأولياء هم وزراء النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين جاهدوا معه، وهم الذين آمنوا وأسلموا، والذين بذلوا الأموال، والذين نشروا الإسلام، والذين حافظوا على الدين. فحذار من الولوغ فيما يغضب الله عز وجل. إذن أيها المسلمون تناصحوا فيما بينكم بأننا نجدد عهدنا مع الله، وأننا نتوب إلى الله ونرد المظالم إلى أهلها، وأننا نستعد للقاء الله، ما هي إلا أيام قلائل وأنفاس معدودة وأوقات محدودة، وقد ارتحلت إلى الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنك أرحم الراحمين. دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.sh-imam.com